أنا باحس دايمًا إن فعلًا شهر رمضان غير بقية الشهور بجد، بجد باحس خيره كتير ورزقه كتير، ومهما تكون الظروف معاكِ ضيّقة في كل الشهور، بتحسي إن فعلًا الشهر ده فعلًا مختلف، بتبقى البركة فيه غريبة وعجيبة، والله العظيم فعلًا تحسي إن أنتِ تحبي إن كل السنة تبقى فعلًا رمضان من الخير والبركة، والله العظيم في الحاجة اللي أنتِ بتجيبيها وربنا فعلًا بيبارك فيها. علشان كده بتحسي إن الشهر ده يعني سبحان الله فعلًا أفضل شهر في السنة كلها من رزقه وفضله وبركته وعظمته، شهر الرحمة فعلًا وشهر المغفرة، وسبحان الله فعلًا يعني مختلف فعلًا عن بقية الشهور، فأنتِ بتحسي دايمًا إن أنتِ دايمًا الشهر ده مختلف عن بقية السنة في كل حاجة، في بركة النوم وفي بركة الصحيان، في بركة الأكل والمجهود، بتحسي كده سبحان الله بلذة غريبة وعجيبة أكيد كلكم بتحسوها، وكمان وأنتِ واقفة في المطبخ وبتعملي أحلى أكل لولادِك، فالنهارده بقى هنعمل مع بعض الأكلة الرسمية للمطبخ المصري، طبعًا دي أكلة رسمية لا يمكن ولا يستحيل حد ما يعملهاش، مهما نخترع ومهما نبتكر من أكلات لأ ما يملاش عينينا غير الأكلة دي، الفراخ المحمرة والملوخية الخضرا ولسان العصفور، وهنعمل كمان قلقاس، دي الأكلة الرسمية والراعي الرسمي للمطبخ المصري. وأنا من عشاق الأكلة ديّة بصراحة، زي ما إحنا ما هنشوف النهارده هنعمل مع بعض أكلة جميلة جدًا، جدًا مصرية، وطشة الملوخية وريحتها بقى اللي جايبة آخر الدنيا، يالّا بقى النهارده هنعمل مع بعض الأكلة دي، ويا رب كده الفيديو يعجبكم، ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تحطوا اللايك، وباحبكم كتير حبايبي في الله، ويا رب كده فيديوهاتي تكون بتعجبكم، والله العظيم الواحد فعلًا بيتعب في الفيديو كتير، فيا جماعة ما نستخسرش في بعض اللايك. ونشير الفيديو على قد ما نقدر على قد تعبنا وربنا كده يرضي الكل بإذن الله. وهنحط بقى الفراخ بتاعتنا في الفرن عملنا لها كده خلطة صلصة بالتوابل، انت عايزة بقى هنا حمريها تحمريها، انا بقى النهاردة ايه هحطها كده في الفرن اديها شواية، ونكون خلصنا كده مع بعض الفراخ زي ما انتم شايفين وطلعناها وعملنا الفراخ، وادي لسان العصفور